ثم قال رحمه الله ذكر مسألة أخرى وهي النية. شرحنا النية المقصود بها عند الفقهاء وهي تمييز الفرض عن النفل. يعني أنا ملي كنوض نتسحر، النية اللي قلنا بأنها ركن من أركان الصيام شنو معناه؟ أنا ملي كنوض نتسحر واش ناوي نصوم الفرض ولا ناوي نصوم النفل؟ واش ناوي نصوم الكفارة؟ واش ناوي نصوم النذر؟ عليا نذر، اش ناوي ندير بهذا الصيام؟ شنو ناوي به؟ لأن النية من بين معانيها عند الفقهاء تمييز العبادات بعضها عن بعض. باش كنميزوا ما بين الفريضة وما بين النافلة، مثلا رجل وامرأته فاقوا في الصباح يتسحروا، إذن هو تسحر بنية أن يصوم يوم الاثنين مثلا، وهي تسحرت بنية أن تقضي ما عليها من رمضان. إذن الذي ميز بين صوميهما هو النية. إذن هنا واحد المسألة يذكرها الفقهاء: هل يشترط أن تنوي الصيام في كل ليلة أم يكفيك النية الأولى التي تكون في أول نهار من رمضان؟ بعضهم قال بهذا وبعضهم قال بهذا، والأمر سهل لأن النية حاصلة. لهذا المؤلف رحمه الله ماذا قال؟ قال: ونية تكفي لما تتابعه يجب. بمعنى أن من صام أياما متتابعة فتكفيه نية واحدة. قال: إلا إن نفاه مانعه. بمعنى مثلا رجل صام العشر أيام الأولى، قال فهذا تكفيه نية واحدة. يعني شنو معنى هذا الكلام؟ مثلا النهار الأول في رمضان نويت بأنني غادي نصوم الفرض، النهار الثاني نويت نصوم ولكن غاب علي أنني غادي نصوم رمضان، غابت مثلا، فإن الصوم يصح. علاش؟ لأن النية الأولى التي وقعت في اليوم الأول تكفي. ماذا قال رحمه الله؟ قال: لما تتابعه يجب، لأن هذه الأيام متتابعة، إلا إن وجد مانع وأفطرت. مثلا في اليوم العاشر أفطرت بسبب سفر أو بسبب مرض عافانا الله جميعا، أو المرأة تحيض. ماذا قال؟ إن وجد مانع وقطعت الصيام وأردت أن تستأنفه بعد ذلك يجب عليك أن تعيد النية. هذا هو معنى قوله إلا إن نفاه مانعه، يعني لقطعت الصيام وأردت أن تصوم من جديد فيجب عليك أن تجدد النية.